السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى بقى اعلمك شغلانة حلوة ازاي تقدر تعمل شنطة جميلة صغيرة زي ديت كده، مقلمة للمدرسة، او شنطة يدوي تحط فيها تليفونك او سندوتشاتك، حاجة جميلة كده. طيب يلا بينا بقى نعملها ازاي وبأقل كمية قماش موجودة عندك في بيتك، وممكن كمان تعملها يدوي، مش لازما مكنة خياطة، لأن الطريقة سهلة جدا جدا. يلا نشوف هنعملها ازاي. وقبل ما نروح نشتغل فيها على طول، لو انت اول مرة تشوف الفيديو ده يا ريت تعمل اشتراك في القناة، لايك جميل، تعليق كده جميل منك. وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات ازاي نفصل شنط المدارس بالقماش، وهيبقى في شغل جديد ان شاء الله. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، لايك، تعليق جميل منك. يلا بينا نعمل المقلمة الجميلة ديت بالشكل الجميل ده ونشوف طريقتها ازاي. يلا بينا يلا بينا. اول حاجه هنجيب القماشه بتاعتنا زي كده، سواء بقى اي قماشه او اي لون. تمام. هنعمل ايه؟ تعالى بقى نشتغل على اللون التاني عشان خاطر ايه تبان معانا اكتر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنفرد القماشه بتاعتنا كده. تمام. حاجه كده جميله زي ما انت شايف. طيب تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب المازوره. تمام. وهناخد من هنا كده، نقيس كده طوالي كده لحد 20 سنتي. تمام. وناخد علامة كده 20 سنتي. تمام. ونيجي هنا كده ناخد 24 سنتي، كده 24 سنتي. تمام اهو. يبقى كده 20 وكده 24. ونيجي هنا برضو نتأكد ان ديت برضو 20 سنتي. تمام اهو 20 سنتي. تمام تمام. يبقى انا خدت من هنا كده 20 وهنا كده 24. طيارة معدية من فوق البيت. يبقى انا كده خدت كده 24 وكده 20. هعمل ايه؟ هجيب المقص بتاعي. تمام. واقطع على العلامة اللي انا واخدها. تمام. واحدة واحدة كده اهوت. تمام. وبعدين الجنب التاني نفس القصة. تمام. اهي بقت معايا القطعة زي ما انت شايف كده اهو، حاجة ما شاء الله. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب بقى نفس القماشة كده معانا. تمام اهو. ركز معايا عشان خاطر تخلي بالك. شايف هنا كده هناخد المازورة بتاعتنا كده. تمام. وناخد حتة كده 3 سنتي اهي، 3 سنتي، 3 سنتي معلش اهو 3 سنتي. تمام. هناخد هنا كده المفروض كده 8 سنتي. تمام. 8 يبقى 8 و8 كام؟ 16. ناخد 16 كده طوالي. تمام اهو في 3 سنتي او 4 سنتي بعديها بقى على حسب ايه حجم الشنطة اللي انت عايزها. تمام تمام. طيب اخد القصة بتاعتي طوالي كده، ولو عايز تزود مثلا يعني مثلا ممكن تخليها 10 سنتي، يبقى 5 و5 مفيش اي مشكلة اهو اهو. تمام. وطيرنا الحتة دي، وبعدين هناخدها كده نتنيها 2 اهو، وبعدين نقطعها كده قطعتين، تبقى معانا كده قطعتين مع القطعة ديت اهيت. تمام. معانا القطعتين الصغيرين دول. تمام. ايه تاني؟ تعالى بقى كده نعمل الايد. تمام. الايد هناخد برضو حتة كده برضو بمقدار 3 سنتي او 4 سنتي. تمام اهو. وناخدهم كده طوالي كده بطول مثلا 30 سنتي. تمام اهو، او 35 سنتي على حسب يعني انت على نقيس دي كده، ما انت عشان تتنيها كده وايدك تخش في ايه الايد بتاعت الشنطه. تمام اهو. كده كام سنتي؟ اهو 30 سنتي بالظبط. تمام تمام. وهاجي رايح مطير. بس ادي كده القماش بتاعنا. شفت يا سيدي؟ حاجه بسيطه جدا 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 جدا. تعالى بقى نركبها ونشوف هنركبها ازاي. تعالى كده معايا. طيب تمام. هنجيب بقى الحته اللي هي الطويله ال 30 سم ديت. تمام. وهنيجي بقى نعمل ايه؟ هناخد تانية صغيره كده، ناخد تانية صغيره كده اهي، حاجه يعني لا تذكر. وبعدين ناخدها كده ايه خياطه على المكنه. تمام اهو.
حلو كده، حاجة يعني ايه، حاجة بسيطة كده. تمام واحنا شغالين كده سهلة جدا يعني، لا تقلق. وبعدين خدنا الجنب ده، هنعمل ايه؟ هنتني بقى تانية كده اهو، الجنب التاني ده هنتنيه كده. تمام. وبعدين نتني ده عليه، نخليه ايه يعني يتدارى كده. تمام اهو بالظبط كده. وناخده برضو على المكنة اهوت. بسم الله، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. وناخد كده خط على بداية المكنة، واحنا على بداية الخط كده واحنا ماشيين اهو اهو. تمام. وبعدين هناخد برضو يعني جنبه بقى، يعني هناخد 3 مرات كده على السير، عشان خاطر يبقى السير ايه متين معانا، والقماش بتاعه ما يفتحش، يبقى السير كده مبطط. تمام تمام كده. تمام، تعالى نبص عليها اهي كده اهو بالشكل الجميل ده اهو اهو. تمام. طيب نعمل ايه تاني؟ تعالى هنجيب بقى الحتة الكبيرة ديت، ومعانا القطعتين الصغيرين ال5 سم. تمام. طيب احنا قلنا ان احنا قطعنا كده 24 وكده 20. خلي بالك عشان ما تتوهش، ال20 دي هي اللي ايه، هي اللي هي هتبقى فوق كده، لكن ال24 اللي هي ايه هتبقى مستطيلة كده. وبعدين يعني المفروض دي تنتنى كده، واخد بالك؟ تمام. هجيب بقى ال5 سم دي. تمام. واحط الاسود على الاسود كده، واجي هنا في النص بالظبط، اوسطنها هنا في الوسط كده بالظبط اهو. وبعدين اخد حتة على الايه تحت المكنة اهوت، ونديها كده ايه خياطة. تمام، نقفلها كده. تمام يا عم عبد الفتاح. وبعد كده نلف الجنب التاني، وناخد برضو ديت نفس القصة بنفس المستوى بالظبط، في نص بالظبط. تمام. وبعدين ناخدها برضو خياطة. تمام اهو. تمام. وبعدين هنفتح كده، نجيب بقى السوستة بتاعتنا. تمام. السوستة بتاعتنا اللي احنا هنركبها ديت، السوستة اللي احنا هنركبها دي هتكون بنفس المقاس اللي هو فوق ده. تمام، بس هنزود سنت هنا وسنت هنا. تمام، يعني دي كده 24، هنخلي السوستة 25 سنتي. سوستة 25 سنتي. تمام. وبعدين هنركب السوستة على وشها، يعني ده الوش بتاعها هو عدل. تمام، لما اركبش كده، لا انا هجلبها كده، اخلي الوش للاسود. تمام اهو. هنا سنتي فوق زيادة، السوستة على طرف الخيط، على طرف القماش معلش اهو. وبعدين ندي فرنطونة. تمام. وهنمشي بقى كده على السوستة طوالي اهو. تمام اهو. تمام كده. وبعدين هنفتح السوستة كده، وناخد تشييمة على السوستة على طول اهو كده. تمام، طوالي ناخد تشييمة كده اهو على السوستة. مش عايز تاخد تشييمة مفيش مشكلة برضه، بس انا باخد تشييمة هنا في الجنب ده بس عشان يكون افضل ليا، وتكون شكلها جميل ومفرودة زي ما انت شايف كده. تمام. طيب انا بقى عندي لوجو بركبه، اللوجو بتاعي ده كده خاص بيا، رقم التليفون والاسم، بحطه كده اهو. لو انت عندك بقى حاجة مثلا عايز تحطها حطها، مش عايز برضو ديت حاجة ترجع لك مفيهاش اي مشكلة. تمام، انا يعني بركب اللوجو بتاعي كده، بيدي معايا منظر جميل وشياكة، يعني هتشوف دلوقتي برضو حاجة تبقى شكلها جميل كده. تمام هو الخط اللي فوق طلع ابيض لان الخط الاسود اللي عندي خلاص، مش مشكلة بقى، هنعمل ايه، تصرف يعني. تمام، زي ما انت شايف بقى كده اهو. طيب هنعمل ايه بقى كده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب الايد بتاعتنا ديت تحت السوستة هنا كده
تحت السوستة هنا كده بسنتي، وهنركب الجنب ده كده اهو، ونديله تكة بالمكنة. نرفع، هنتأكد ان الدراع ماشي صح. امسك من هنا كده القماش صح بتاع الدراع اهو كده، ونفرده كده 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 اهو، ونيجي عند الاخر ونديله هنا برضو في بداية الجنب التاني، يعني هنا وهنا. تمام، نسيب برضو سنت كده للسوستة، وبعدين ندي خياطة برضو على الجنب ده اهو. تمام تمام. وبعدين نعمل ايه يا عم عبد الفتاح؟ اهو طير الخيط بتاعنا. تمام تمام. القماشة معانا اهيت. تمام، كل حاجة جوه هنتنيها كده اهو اهو، نتنيها كده على السوستة. نيجي هنا كده نتأكد ان القماش مساوي بعضه هنا كده. تمام اهو، والسوستة على بداية القماش، وبعدين نخيط اهو نفس القصة اهو، نخيط السوستة في الجنب التاني. تمام اهو. تمام اهو، سهلة جدا يعني اهي زي ما انت شايف كده. طيب وبعدين هنجيب بقى زي ما احنا شغالين كده اهو، هنطلع القماشة اللي هي 5 سم دي اهي، وبعدين نيجي هنا كده نمسك القماشة كده. تمام اهو اهو، ونسويها كده على القماشة اللي تحت منها كده بالظبط اهو، وبعدين نخيط اهو الطرف على الطرف بالظبط، وندي خياطة اهو. تمام، لحد ايه قبل السوستة بحاجة بسيطة. تمام اهو كده اهو، يعني يا دوبك في هبابة كده قبل السوستة، يعني نص سنتي ولا حاجة. وبعدين هنجيب الجنب التاني ده اللي زيه كده بالظبط اهو، وبعدين برضو نديله خياطة على الطرف برضو نفس القصة كده بالظبط، الطرف على الطرف في القماشة اهو، ونديله خياطة بالظبط كده اهو. تمام، برضو قبل السوستة بحاجة بسيطة. تمام تمام. وهنيجي هنا كده اهو، طبعا دي انا لسه مفتوحة هنا، هنجيب السوستة كده مع القماشة من هنا كده. تمام اهو، ونسويهم كده، وندي خياطة على السوستة، ونتأكد ان الطرفين دولت مع بعض على الايه، على السوستة بالظبط. تمام اهو. هنيجي بقى احنا خيطنا كده الجنب ده. تمام، نيجي بقى للجنب التاني عشان برضو نطلع برضو القماشة اللي هي ال5 سم ديت معانا. وقبل ما نقفل هنعمل ايه؟ نركب جرار السوستة بتاعتنا هنا كده. تمام، نجيب الجرار ونركب جرار السوستة، ونتأكد ان الجرار مركب صح عشان ما نركبش غلط والايد يبقى ايه جوه. تمام، نركب السوستة. ركبنا جرار اهوت. تمام تمام. نجيب بقى القماشة كده نفس القصة في الجنب اللي احنا عملناه اهو، ونخيط برضو على طرف القماشة كده بالظبط اهو، لحد قبل السوستة برضو بتقريبا نص سنتي بالظبط. تمام اهو. وبعدين ناخد الجنب التاني، نجيب برضو الطرف التاني ده القماشة على القماشة. تمام، ونديها برضو خياطة اهو. تمام اهو، لحد برضو قبل السوستة بنص سنتي. تمام اهو. تمام تمام. وبعدين هنمسك القماشة كده اهو، السوستة مع القماشة التانية كده، نفتحها اهوت، وندي برضو خياطة هنا كده. تمام تمام اهو. وهنا لازما يعني ندي فرنطونة كذا مرة على السوستة عشان ما تفكش. تمام اه. تمام كده معانا بقى ايه، خلصنا. ناخد الزيادات دي كده نطيرها. تمام اهو، الزيادة بتاعت السوستة مع القماشة، ولو في حتة زيادة من الايد نطيرها. تمام اهوت. الخيط اللي هو الزيادة ده كله برضو ننضفه بقى كده من الشنطة. تمام اهو،
عشان الشغل يبقى شكله نظيف وجميل، ما يكونش مليان خيط كده من جوه. تمام اهو كده نضفنا الجنب ده، نضف الجنب التاني اهوت. تمام تمام. نفتح بقى كده المقلمة بتاعتنا اهي زي ما انت شايف كده. بص بص الجمال اهو. بص بص الحلاوة، بص الجمال اهو. ادي الايد وادي المقلمة معانا اهيت، احط فيها جلامي واحط فيها حاجتي، وادي الايد مظبوطة، وادي السوستة بتاعتي. حاجة ما شاء الله فاخر من الاخر اهو. تمام تمام. ما تنساش بقى الاشتراك في القناة ولايك، تعليق جميل كده منك، واستنى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.